في عُرف الكورة دايمًا بيبقى في مبدأ واحد، وهو إن اللي بيضيّع بيخسر. الأهلي الفترة اللي فاتت ما كانش عنده مشكلة في إن أنت بتروح على الجون. الأهلي كان عنده مشكلة كبيرة أوي في إن أنت إزاي تقدر تستغل الفُرَص اللي بتيجي لك دي وتجيب منها أجوان. مش منطقي أبدًا إن أنا آجي ألاقي نفسي مضيّع حوالي 8، 9، 10 فُرَص على المرمى، والاقي خط الهجوم بالنسبة لي بيقدّم ضحك. أنت في الماتشات اللي بتبقى زي دي المفروض بتبقى مباراة النُص فرصة. في أسئلة كتيرة جدًا بتبقى موجودة دلوقتي وأنت بتتفرج على ماتش الأهلي، تسأل نفسك سؤال: ليه هاني لعب ضربة الجزاء؟ ليه مش علي معلول اللي لعب ضربة الجزاء؟ وأنت عارف إن ضربة الجزاء دي أنت بتبقى محتاجها، خاصةً إن أنت كنت متأخر كمان بهدف قبل كده في وقت ضربة الجزاء دي. طب أنت قدرت ترجع تاني وتسجل، ليه ما نلعبش في الدفاع وإحنا عارفين إن كل خطورة صن داونز بتبقى من الهجمات المرتدة عليك، لأن هم منظمين جدًا، جدًا، جدًا في الفرص دي. ليه بيرسي تاو مثلًا بيفضل موجود مع إن الفرقه كلها بتاعت سان داونز دي حافظاه وعارفاه وضغط عليه؟ انت ما شفتش بيرسي تاو تقريبا في الماتش كله الا وهو بيسجل ضربه الجزاء، او هو بيحرز وهو بيجيب لنا يعني ضربه الجزاء. اسئله كتيره قوي قوي قوي، يعني ليه كل الكلام ده بيحصل؟ ليه انت بتضيع كل الحاجات دي كلها؟ يعني انت وصلت للجون كتير جدا، في اول دقيقه انت مضيع فرصه غريبه جدا من عبد القادر اللي نفسي يفهم في مره واحده بس ان الكوره بالنسبه لنا هي السهل. الكوره بالنسبه لنا هي ان انت تخلص، اللي هيتحسب في التاريخ ان انت تخلص. حتى اللعيبه حتى العالميه مش لازم ان هم يعدوا الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، ويعدوا اللعيبه بالمدرب بالجماهير عشان يجي يحرز بالنسبه لك الجون. وانت بتتفرج على الماتش انت شايف اللعيبه عباره عن هجوم، مفيش خط نص بالنسبه لك ولا في خط دفاع. وبالتالي النتيجة بالنسبة لك ان انت بيجاب فيك هدف من هجمة مرتدة، وبعد كده انت بترجع الشوط الثاني بتجيب الهدف الاول من ضربة ركنية، وبعد كده بتجيب جون تاني من حسين الشحات. وفي خلال الفرصة دي او في خلال الوقت ده انت ضيعت فرص كتيرة قوي. في الشوط الاول انت ضيعت فرص كتيرة قوي، وسيبك انت بقى من كل ده. انت دلوقتي جبت الجون التاني وانت عارف يعني ايه انت محتاج الثلاث نقط دي. يعني انت محتاج الثلاث نقط دي في الماتش بشتى الطرق، عشان ما تدخلش نفسك بقى في حسابات، وما تدخلش نفسك في قيل وقال، وتمسك الآلة الحاسبة وتقعد تعد وتقعد تقول طب مش عارف مين يخسر، طب مش عارف مين، طب مش عارف مين، طب مش عارف مين. ليه انت ما ترجعش تدافع؟ ليه يعني الخطورة بتاعت سان داونز قبل ما يجيبوا الهدف الثاني بتاع التعادل مضيعين كذا فرصة قبلها؟ طيب فين خط الدفاع بالنسبة لك؟ فين خط الدفاع بالنسبة لك؟ محمد عبد المنعم في فجوة كبيرة قوي قوي بينه وما بين ياسر إبراهيم، وعندك على الناحية التانية علي معلول على الناحية الشمال بيزيد دايما معاك، بيحط فرصة بالنسبة له ان في الهجمات المرتدة يبقى في لعيب دايما زايد معاه وما بيكونش فيه تغطية. انت شايف بالنسبة لك ان اليو ديانج مش في فورمته. اليو ديانج لاعب كبير، اليو ديانج معاه رصيد وحب من الناس خاصة الاهلاوية كتيرة جدا، بس طبيعي ماشي لاعب مش في حالته، تمام، اطلعه انزل بداله اي حد، اغير التشكيله، ما سيبش لاعب في خط النص مش في حالته. اليو ديانج النهارده كان بيعمل ميس باص كتير قوي، وما كانش قادر يساند باليو ديانج اللي احنا عارفينه دايما ما بين الدفاع وما بين الهجوم، وما كانش قادر حد يسد الهجمات اللي بتيجي من فريق صن داونز. احنا اللي ضيعنا النهارده المكسب، احنا اللي ضيعنا النهارده المكسب. فريق صن داونز حتى وان كان فريق قوي، حتى وان كان فريق عنيد، حتى لو كان فريق بيلعب كوره، وهو على فكره فريق صن داونز فعلا فريق صعب، وفريق فعلا لا يستهان بيه خالص، وربنا يسترها واحنا بنلعب هناك. ولكن انت كنت قادر ان انت تستغل ده، لان انت اسم الاهلي، لان انت عندك لعيبه هم احسن او المفروض ان هم احسن لعيبه في مصر. المفروض ان اللعيبه اللي بتلعب احسن لعيبه في مصر. انت ليه بتنزل شريف كان هيعمل لك ايه؟ شريف انت منزله المفروض ان هو في مكان مش مكانه. انت بتشوف دايما شريف شفنا دايما شريف على الناحيه الشمال بالنسبه لنا. طب انت ليه بتنزل شريف على الناحيه التانيه بالنسبه لك؟ طب انت ليه نزلت كهربا وشريف؟ لو انت نزلت كهربا وشريف كنت المفروض تغير من التشكيله بالنسبه لك عشان تلعب باثنين او بتلعب بقى بثلاثه، او تغير التشكيله. انما ليه تحط شريف على
الناحيه الشمال، ما كانش مفهوم خالص الدور بتاع شريف وطاهر. طاهر يروح على الناحيه الشمال، وبعدها مره تلاقي شريف رايح على الناحيه الشمال، وبعدها في مره تلاقي علي معلول رايح على الناحيه الشمال. والعرضيات دايما بتبقى الاوفرات بتبقى عاليه، وبتبقى ما فيش حد في المنطقه ما فيش حد جوه ال 18 يقدر ان هو يخلص معاك. لو احنا فضلنا على الطريقه دي يا جماعه، انت هتفضل تضيع تضيع تضيع، وتلاقي نفسك انت بعد كده بتخسر. المشكله خالص مش في ان انت مش عارف تلعب، المشكله ان انت بتلعب وبتوصل كتير، بس انت في الاخر ما بتسجلش. ما بتسجلش، ودي مشكله كبيره. انت ما بتسجلش، انت مش بتلعب، انت مش بتلعب مثلا وحش، حتى وان كان في علامات استفهام كتير بتبقى موجوده في خط الدفاع وفي خط النص. لا، انت ما بتسجلش. انت عندك رعونه في استخلاص الاهداف بطريقه غريبه جدا جدا. عبد القادر تبقى الدنيا سهله قدامه، ويبقى عايز ان هو يجي يصعبها على نفسه. الشحات حتى قبل كده كان مضيع انفراد في الشوط الاول قبل ما يجيب هو الجون الثاني، كان مضيع انفراد وعايز ان هو يرقص واحد. طب ما الجون قدامك فاضي، طب ما تشوط. علامات استفهام، علامات استفهام كتير قوي. في يوم كان سيء جدا 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 للكره المصريه طبعا، وفضيحه منتخب مصر تحت المنتخب مصر للناشئين اللي خسر من السنغال 4-0، وحاجه محزنه وحاجه مغزيه. ويظل الاهلي المفروض الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا، بس دايما اللي بيضيع بيخسر. ودي رساله مهمه قوي المفروض كل لعيبه الاهلي تعرفها. موقفنا من الصعود ايه؟ انا ما اعرفش الحقيقه، انا ما اعرفش. ولكن طول ما احنا بنضيع، طول ما احنا هندخل نفسنا في الحسابات دي، وهتلاقي نفسك لو صعدت لدور خروج المغلوب ممكن تلاقي نفسك طلعت سهل جدا. ليه؟ لانك بتضيع.